أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كابتن جوارديولا العرب. هنتكلم النهاردة عن آخر أخبار الكرة المصرية، عن مباراة النادي الأهلي ونادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وعن مباراة الزمالك ونادي إنيمبا النيجيري، وآخر أخبار الفرقتين. نتكلم أول حاجة على أخبار النادي الأهلي. الأهلي تعادل في جنوب أفريقيا، تعادل بطعم الخسارة رغم الظروف الجوية اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، إن هو لعب الساعة 3 ومعظم الفرق بتاعة جنوب أفريقيا بتختار الساعة 3 عشان تأثر على الجانب البدني، بس فرقة أورلاندو بايرتس جنوب أفريقيا كانت دون المستوى. والصراحة المدرب ضيع فوز كان محقق بسبب التشكيل وبسبب انه لاعب بعض اللاعبين المفروض كان يقعدوا او ينزلوا اخر ربع ساعه. المدرب كان متحفظ زياده عن اللزوم في المباراه، وكان مقعد حسين الشحات ومقعد كهربا بره، وجاي يلعب زي ابو علي اللي لسه راجع من اصابه. المفروض اي لاعب طالما راجع من اصابه تديله مثلا اخر ربع ساعه واخر نص ساعه في الماتش، مش تبدا بالمباراه وبعدين ده بقى ماتش بره خارج ارضك في ظروف جويه زي ما قلنا وبيلعبوا الساعه 3. لو كان بدا بكهربا وحسين الشحات من بدايه المباراه كان النادي الاهلي رجع كسبان من جنوب افريقيا. وكمان امام عاشور في ازمه في الفتره اللي فاتت، المفروض ما كانش بدا بيه لان ذهنه مشتت. المفروض كان تديله مثلا اخر ربع ساعه واخر نص ساعه، وسايب او حاطط بره قفشه اللي مكسبه الماتشات اللي فاتت وعامل كذا سايبه بره. ده انت يا راجل عندك اتنين بيدافع كويس شايلين خط الدفاع، وما كانش فيه خطوره من فرقه راندو بايرت الجنوب افريقي، واكرم توفيق كالعاده كان نجم المباراه. خلاصة الموضوع ان المدرب ما كانش موفق في الماتش، انه بدأ بالتشكيل غلط. المفروض كان في لعيبه كان بدأ بها الماتش، وفي لعيبه المفروض كان ينزلها في اخر المباراه وفي اخر ربع ساعه او نص ساعه من الماتش. ناخد الخبر التاني الخاص بالنادي الاهلي، ان اللاعب احمد عبد القادر واليو ديانج ممكن يرجعوا في نهايه الموسم، والقرار بايد المدرب للعوده او مغادره الفريق. الصراحه احمد عبد القادر المفروض ما كانش مشي من النادي، بس طبعا احنا عارفين الظروف اللي هو مشي فيها بسبب ان هو كان عامل مشاكل الفتره اللي كان قبل ما يمشي فيها على السوشيال ميديا والكلام اللي حصل. هو لاعب مميز جدا وفرق معانا في كأس العالم للأندية اللي فاتت، وهو سجل هدفين في الماتش بتاع تحديد المركز الثالث والرابع زي ما انتم فاكرين. خسارة جدا لو النادي الأهلي ما رجعوش، حتى لو المدرب ما وافقش المفروض النادي الأهلي يرجعه، لأن هو لسه سنه صغير وهيفيد إن شاء الله النادي وهيفيد منتخب مصر. خلينا نتكلم على أخبار نادي الزمالك. نادي الزمالك كان في ماتش في نيجيريا بين نادي الزمالك ونادي انيمبا النيجيري. في المدرب وعواد ضيعوا فرصة سهلة جدا كان في المتناول. عواد كان السبب في الهدف الأولاني لما طلع بدون داعي على الكورة، والكورة أصلا كان رايح عليها حسام عبد المجيد والزناري في نفس الوقت. خلى الراجل بتاع انيمبا يدوب لمس الكورة حطها في الجول في نهاية الشوط الأولاني، لما كان الفرقة كانت متقدمة ب 2-0. الشوط الأولاني انتهى 2-1 لنادي الزمالك. الشوط التاني بدأ يدوب في أول 10 دقايق النادي الزمالك جه في الجول التاني اللي هو جول التعادل. لاعب نادي انيمبا شاط كورة قوية اتظلمت برجل اللاعب نادي الزمالك وغيرت اتجاهها ودخلت الجول. المدرب بدل ما ينزل محمد شحاتة أو مصطفى شلبي بعد لما بنتاي اتصاب عشان يمسكوا له نص الملعب، راح ينزل واحد في مركز محمد بنتاي. نص الملعب اتاخد منه والدنيا بقت سداح مداح، لأن دوبا كان لوحده وعبد الله ما كانش قادر يشيل رجله. يعني المدرب ضيع فرصة كانت سهلة جدا للفوز في نيجيريا. وزيزو ما كانش ليه بصمة في المباراة. مصطفى شلبي لما نزل عمل شغل أفيد من زيزو بكتير، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 في نيجيريا. ودي كانت أخبار اليوم مع الكابتن جوارديولا العرب، واتمنى تعملوا لايك ومتابعة عشان تتابعوا آخر الأخبار في الكورة المصرية.